اعمليها بنص كيلو بس من اللحمه المفرومه وشويه خضار موجودين عندك في البيت، وهتطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. وكمان الكميه ما شاء الله حلوه جدا، وهتاكل كمان عدد افراد كتير. شايفين؟ بجد مش قادره اقول لكم طعمها كان حكايه. الكفته كانت مستويه، وكمان الخضار كان طري كده ومستوي، وطعمهم الاتنين بجد في منتهى الجمال. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوف عملنا الاكله الحلوه دي ازاي. نص كيلو من اللحمه المفرومه، ضفت عليه 3 معالق كبار من البقسماط، ضفت كمان بيضه، معلقه صغيره من الملح، بصله كبيره مبشوره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره كمان من البيكنج باودر. قلبتهم مع بعض كويس جدا كده، ولازم يتقلبوا مع بعض مش اقل من 5 دقايق. هنا حسيت ان هي محتاجه معلقه من البقسماط، فزودت لها كده معلقه كبيره من البقسماط، ورجعت قلبتها تاني كويس جدا. وبعد ما قلبتها سبتها كده ارتاحت 10 دقايق. بعد ال10 دقايق جبت بقى الطبق بتاعي اللي هبدأ كده أرص فيه الكفتة. خدت قطعة من الكفتة وبدأت كده أعملها كورة بين إيدي وأتك عليها علشان تاخد الشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هنعملها كده على شكل قرصة. هبدأ اخد قطعة كمان واعملها كده برضو كورة بين ايدي، وبنفس الطريقة هتك عليها كده علشان تاخد الشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، وهتطلع قدامنا بقى بالجمال اللي احنا شايفينه. سبتها على جنب وجيت بقى للخضار. عندي بقى شرايح من البصل، شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل، وكمان البطاطس. هبدأ كده اخد قطعة من الكفتة واضيف عليها الطماطم والفلفل والبطاطس والبصل. هرصهم كده كلهم فوق بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهتطلع بقى شكلها حلو جدا. بعد ما هنرصها كده كلها فوق بعضها، هنبدأ بقى كمان نرصها في الصينية. شايفين؟ هنحطها كده في الصينية ونعمل كمان واحدة. هناخد قطعة من الكفتة هضيف عليها شريحة كده من البطاطس، شريحة كمان من الطماطم والفلفل، وكمان البصل. وهبدأ كده أرصهم تاني جنب بعض في الصينية. الموضوع سهل وبسيط، ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي الفيديو لايك وشير. هبدأ كده أخلص كل الكمية بنفس الطريقة، وهتطلع معانا بقى في الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شكلها جميل جدا. جبت بقى معلقتين كبار من صلصة الطماطم، معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الحلو، معلقة صغيرة من مرقة الدجاج، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة كمان من الملح. هنزل كده عليهم بمية مغلية، وهنزل كمان بنص معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعة الصلصة. نزلت كمان عليهم بمعلقة كبيرة كده مليانة من السمنة البلدي. قلبتهم مع بعض لحد ما السمنة دابت كده في المية المغلية. وهنزل بقى كده على الخضار والكفتة. طبعا الفرن بتاعي ساخن على درجة حرارة 200. غطيت الصينية بتاعتي بورقة من الفويل ودخلتها بقى الفرن، قعدت كده في الفرن ساعة لحد ما استوت. طلعت بقى جميلة جدا، طعمها حلو، وكمان ريحتها كانت قلب البيت. بصوا يا جماعه بجد خطيره. عايزه اقول لكم ان الكفته طعمها حلو جدا، والخضار كان دايب ومستوي وطعمه خطير. جربوها، وما تنسوش بقى تعملوا لي الفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.